من قلب الملاعب الإنجليزية يكتب فصل جديد للكرة المصرية. نجم ليفربول محمد صلاح الذي خطف قلوب الجماهير العالمية يقابله عمر مرموش الوافد الجديد إلى مانشستر سيتي في خطوة قد تشعل مسيرة جديدة لنجم مصري شاب في سماء البريمير ليج. صفقة مرموش لم تكن مجرد انتقال بل رسالة واضحة. اللاعب المصري أصبح رقما صعبا في أكبر الدوريات، فهل ينجح مرموش في التحدي ويخطف الأضواء بجانب أساطير البريمير ليج؟ القادم يحمل الإجابة. لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية يتواجد لاعبان من أرض الكنانة في صفوف أعرق ناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز. صلاح الذي صنع مجده في ليفربول ومرموش الذي دخل قلعة مانشستر سيتي يظهران أن الطموح المصري يعرف طريقه إلى القمم. انتقال مرموش يمثل خطوة استثنائية، فالجماهير المصرية والعربية باتت أمام لحظة تاريخية تعيد رسم مكانة اللاعب المصري عالميا. التاريخ يشير إلى موعد هام في 23 من فبراير. ملعب الاتحاد سيشهد مواجهة مرتقبة ليس فقط بين مانشستر سيتي وليفربول بل بين نجمين مصريين، صلاح الذي أصبح رمزا للإنجازات ومرموش الذي يبدأ رحلته لإثبات نفسه بين الكبار. فهل يتمكن مرموش من ترك بصمته في مواجهة قد تكون نقطة انطلاقه في البريمير ليج؟ عمر مرموش أمام رحلة ليست سهلة، فتأقلم مع أسلوب بيب جوارديولا المعروف بخططه الدقيقة ومنافسة نجوم من طراز عالمي مثل إيرلينغ هالاند هي أمور تتطلب قوة ذهنية وفنية كبيرة، إلى جانب الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي تختلف تماما عما واجهه سابقا في الدوري الألماني. نجاحه يعتمد على قدرته على تجاوز هذه العقبات وإثبات نفسه في واحدة من أصعب الدوريات في العالم. وجود صلاح ومرموش في أكبر ناديين في إنجلترا لا يمثل نجاحا فرديا فقط بل يسلط الضوء على تطور الكرة المصرية وإمكاناتها. فهل نشهد انطلاقة جديدة تشجع المزيد من الأندية الأوروبية على استقطاب المواهب المصرية، أم أن التحديات ستقف عائقا أمام تحقيق الأحلام؟ صلاح ومرموش وجهان للكرة المصرية على الساحة العالمية. التحديات كبيرة والطموحات أكبر، لكن الأيام القادمة ستحمل الإجابة. هل نشهد ميلاد نجم جديد يحمل لواء الكرة المصرية في القمة، أم يبقى صلاح الأسطورة الوحيدة التي ترفرف في سماء البريمير ليج؟ كل شيء يتوقف على الأداء والجهد، والكرة الآن في ملعب النجوم.